يا جماعة الحلوين، في سنة 1970 الدكتور جراندا مع فريقه طلعوا رحلة سياحية لفيتنام، بس مش مصدقين. وصلوا بالغلط لجزيرة الجمجمة، مكان مليان وحوش عملاقة. أفضاهم كان القرد المرعب. لما شاف الدكتور الموقف خطير قرر يصور فيديو وداع. في الفيديو قال إنه راح يترك ملف أبحاثه ورا. وفجأة طلع وحش عنكبوت الدكتور جراندا، اضطر يهرب بسرعة جنونية. بس المفاجأة كانت لما وقف لقى نفسه في طريق مسدود قدامه، خليج هالونغ في فيتنام، ما في مهرب، وحاسس انه ما راح ينجو. فقرر يرمي ملف الابحاث في البحر على امل ان حد يلاقيه. بس في اللحظة دي ديدي خرج وحش من تحت الصخور، لانه العنكبوت غزا منطقة. الوحوش الاثنين دخلوا معركة شرسة. بعد معارك مئات الجولات وقعوا في البحر مع بعض. الدكتور جراندا نجا بالمعجزة، بس الملف الغامض طفى في الموية وابتعد بعيد. عدت السنين وصلنا ل 2013. مركب صيد في اليابان طلع ملف الدكتور جراندا من البحر، بس الصيادين ما عرفوش هو ايه ورموه برا. ننتقل ل 2015. البطلة كيت رجعت من امريكا لليابان عشان تعزي في والدها. بس لما وصلت البيت اكتشفت حد ساكن فيه، وعلى المذبح صورة والدها. كيت اتصدمت جدا، مش عارفة مين اللي عمل كده. فجأة طلعت ست من المطبخ وسألتها مين دي اللي داخل بيتها كده من غير إذن. بعدها ظهر شاب تاني. الاتنين كانوا زي الأم والابن، وكانوا غضبانين لما شافوا كيت. لما سألت كيت اكتشفت إن والدها كان رجل نساء كبير، لأنه قبل ما يتجوز في أمريكا كان متجوز وعنده أولاد في اليابان. الشاب قدامها كان كينتا، أخوها من أب مختلف. كيت ما كانتش مصدقة الكلام ده وقررت ترجع بلدها فورا. بس أول ما خرجت الشارع فجأة دقت صفارات الإنذار، وكيت ما فهمتش إيه اللي بيحصل. الناس كلها كانت بتركض للملجأ. كينتا وأمه ظهروا بسرعة وجروها للنزول للقبو. بعدين كينتا شرح لها إنه اليابان دايما بتتعرض لهجمات جودزيلا، والحكومة عملت المكان ده عشان الناس تحتمي فيه. لما سمعت ده ذكريات مؤلمة رجعت لكيت، لأنها قبل سنة في أمريكا كانت ضحية الوحش ده. برضه في اليوم ده كانت في أتوبيس، ولحسن حظها نجت هي بس، والباقيين وقعوا في النهر وماتوا. بعد شوية الأمور رجعت طبيعية. كيت وأمها وكينتا رجعوا للأرض، وكينتا خدها تشوف حاجة تخليها تفهم والدها أكتر. راحوا لمكتب والدهم القديم، لكن كينتا قال له بقاله سنين ما رجعش هنا. كيت بدأت تلف المكان ولقت حاجة ورا خريطة ودخل لها تتحمس. قلبت الورقة ولقت خزنة حديدية. باستخدام ذكائها بدأت تحاول تفتحها ودمجت تواريخ ميلادها وتواريخ أمها وكينتا. كينتا اندهش لما انفتح الخزنة ولقوا جوا شنطة ملف الدكتور جراندا القديم. فتحوها ولقيوا أفلام قديمة بداخلها. شعار الشنطة كان مألوف لكيت لأنها شافته على بدلة فريق معين قبل كده. كينتا استغرب إذا كانت الحاجات دي لها علاقة بالناس دول. فالأخوين راحوا لبنت اسمها ماي وطلبوا منها تفك تشفير الأفلام. بموهبة ماي فتحوا الأفلام بسرعة، بس للأسف منظمة سرية اسمها مون إيه اكتشفت الموضوع. الشنطة كانت ملك للمنظمة دي. لما عرفوا إن في حد بيحل الشفرات في اليابان بعتوا ناسهم فورا. الأخوين ما كانوش عارفين وكانوا بيتفرجوا على الأفلام بدهشة من الوحوش اللي جوا. الدكتور جراندا كان حريص يسجل أماكن ظهور الوحوش، وإثناء المشاهدة لقوا صورة لست واقفة على أثر قدم وحش ضخم. والست دي كانت جدة كيت. بس ليه الصورة دي هنا؟ القصة ترجع لأمي 15 لما جدة كينتا إيميكو كانت مع جنرال في مهمة للفلبين. الحكومة الأمريكية اكتشفت إشعاعات هناك، والمهمة كانت اكتشاف مصدرها. لما دخلوا الغابة قابلوا الدكتور جراندا الشاب. اتفقوا إن هدفهم واحد، فقرروا يتعاونوا للتحقيق في ظهور الإشعاعات. الدكتور سمع من السكان إن فيه تنين طار في السماء وترك أثر أحمر زي النار. ظن إن الآثار دي فيها إشعاع. الجنرال شكك وقال للدكتور إنه التنين خرافة. بس لما دخلوا أعمق في الغابة لقوا حامل الطائرات ضخمة. فجأة وحش ضخم طار وكسر السفينة، والكل اتصدم من حجم الوحش وطيرانه هجم عليهم. بس التلاتة قفزوا في حفرة قبل ما يهاجمهم. الوحش طار فوقهم شوية وبعدين مشى. نرجع للحاضر. منظمة مون إيه وصلت بسرعة لمنزل ماي، لكن هي وكيت هربوا في الوقت المناسب. المنظمة قلبت البيت كله ومش لقوا حاجة. بعدها راحوا ببيت كينتا. كيت بعتت له رسالة تحذير عشان يهرب بسرعة. بس قبل ما يعمل حاجة المنظمة وصلت. الناس أجبروا كينتا يسلمهم ملف الدكتور جراندا وإلا أمه وكيت هيبقوا في مشكلة. الأم سرا وصلت له صورة وقالت له يا برو خد الحاجة وسلمها ليهم. كينتا فهم إنه أمه فعلا بتخطط عشان يهرب الأم. بقيت تشغل الناس عنهم، وكينتا هرب من الباب الخلفي والتقى بأخته في المكان المتفق عليه. يا شباب، كنت طلع الصورة اللي أمه أعطته وفهم إنها نفس الضابط لما كان صغير. بعدها الثلاثة قرروا يدوروا عليه عشان يعرفوا أكثر عن وثائق الدكتور جراند. والله خرافي، لقوا الجنرال بسرعة لما شاف البنت وقال إنها بنت زميله القديم. فرح جدا. كنت شرح لهم إنه جاي يسأل عن شرائط الوثائق،
لأنه أمه نغي وباباها صار له حادث بسببها. هي لسه ما صدقت إن أبوها مات لأنه ما لقوا جثته. وفجأة كنت لاحظ كاميرا مثبتة على شجرة الضابط، فسر لهم إن بعد الرحلة الاستكشافية منظمة مون دام ركبت الكاميرات دي عشان تراقبه. لما سمعوا كانوا ناويين يمشوا، بس الضابط منعهم، نفذ حركة برو وفك جهاز التتبع من رجله ورماه بعيد، وبعدين قرر يمشي معاهم لأنه نفسه يعرف أكثر عن عالم الوحوش. يلا نشوف المعركة. الأربعة بدأوا رحلتهم سوا، شافوا إنه جنود مون بدأوا يطاردوهم على طول، بس فات الأوان. الفريق الرئيسي هرب بنجاح في العربية. الضابط حكى لهم عن منظمة مون بعد الرحلة. فليبيني خلصت بطريقة خارقة إن إيميكو لسه عايشة بعد ما وقعت في كهف الوحوش. الضابط كمان اتصل برئيسه عشان يبلغ عن الكائنات العملاقة، وراه قطعة أرض فيها أثر قدم وحش ضخم جابوها لأمريكا كدليل. لما شافها الرئيس اتفاجئ جدا، لأنه ولا مرة شاف حيوان بقدم كبيرة كده. الجنرال عايز يشوفه بنفسه. جراند قال عشان نغري الوحش محتاجين 60 طن متفجرات زي قنبلة نووية. جراند أكد إن لازم 60 طن متفجرات عشان نغري الوحش. إيميكو ضافت إن حسب دراستها الوحوش دي تنجذب للإشعاع، بتشربه عشان تحصل على طاقة لجسمها. الجنرال أسس منظمة اسمها مون عشان الثلاثة يواصلوا دراسة الوحوش العملاقة. الكل كان مبسوط بجد رهيب. لكن لما جاء يوم ما جابوا الوحش، إيميكو اكتشفت إنه هدف الجنرال هو قتل الوحش. قال إنه لازم يقضي على أي تهديد للبشر، وحاطين قنبلة زي اللي نزلت على اليابان. بس لو عملوا كده الوحش حيكون أقوى، لأنه بيشرب الإشعاع، وإيميكو عايزة تمنع الكارثة دي. الوحش حيقوى بس بسبب الإشعاع، وإيميكو حاولت توقف الموضوع ده، بس ما حدش وافق معها. بعد شوية الوحش جودزيلا شم ريحة القنبلة، ظهر بجسم ضخم كأنه جبل في البحر. كل اللي شافوه وقفوا من الصدمة. الجنرال أمر بإطلاق القنبلة فورا. بعدين حصل انفجار هائل هز المنطقة كلها. بعد الانفجار جودزيلا اختفى، والجنرال فكر إنه مات، لكن في 2014 رجع وأصبح أخطر عندها. فهموا إن القنبلة ما قتلتوش، بالعكس قوته جديد. الوحش رجع أقوى، والضابط خدهم للميناء وأمريكا عشان يحققوا في اختفاء أبو الشخصية الرئيسية. وصلوا واستقبلهم واحد من أصحاب الضابط يشتغل في الطيران، قول لهم ما يستخدموش الهليكوبتر عشان يروحوا المكان اللي حصل فيه الحادث. بعد شوية وصلوا ألاسكا. هنا طيارة أبو كنت توقفت واختفت. قرروا ينزلوا يدوروا عليها. بدأوا البحث ولقوا الطيارة مدمرة تماما، متقطعة قطع، بس ما وجدوش أبو كنت، فاستمروا في البحث لقدام. فجأة لقوا خيمة، دخلوا لفتشوها وما لقوا حد. لكن كنت لاقت خريطة مكتوبة بخط والدها، يعني إنه لسه عايش في الخارج. الطيار شاف خدوش غريبة على جسم الطيارة، دليل إن حيوان غريب هاجم الطيارة بسرعة. نادى الكل يخرجوا من المكان، بس لما الطيار ركب الطيارة وحاول يشغلها، وحش طلع من تحت الجليد ضرب الطيارة ضربة خفيفة بس خربها كثير، والطيار اتجمد من نفس البرد اللي نفخ عليه الوحش. اللي شافوا المشهد ما صدقوا عيونهم. الوحش كسر الطيارة تماما وبعدين راح ناحية الناس. كنت بسرعة أطلق قنبلة ضوئية في اتجاه ثاني عشان يشغل الوحش عنه. بسببها قدروا يدخلوا كهف قريب يختبوا فيه. ولما الوحش مشي كملوا رحلتهم يدوروا على أبو كنت في مكان ثاني. بنت قاعدة بتستمتع بالشمس، وفجأة سمعت إنذار. روحت تفحص ووجدت إشعاع جامع عالي جاي من تحت الأرض. بلغت منظمة مون على طول. طلع إنها موظفة مراقبة عندهم. قالت إن الإشعاع ده نفس اللي ظهر لما جودزيلا طلع السنة اللي فاتت. عشان كده مون بعتت ناس يفحصوا الموضوع في الجهة التانية. البنات لما وصلوا قمة الجبل شافوا حفرة جامدة، فقرروا يروحوا يشوفوها. لكن كنت كان عايز يدور على أبوه. في الطريق شاف كوخ بعيد. فرقوا المجموعة نصين ثلاثتهم، راحوا ناحية إشعاع جاما، وكنت راح لوحده يدور على أبوه. لما الليل جه الثلاثة رجعوا للكوخ، يعني ضاع وقتهم كله. رجعوا للكوخ حرقوا نار يدفيوا نفسهم. بس المفاجأة إن الوحش حس بالريحة ورجع بسرعة، والضابط صار يستعجل يسحب البنات من الكوخ. الوحش طلع ودمر الكوخ، وبعدها شرب النار اللي كانت مولعة وخلى الثلاثة في حالة صدمة. بس الضابط عنده طريقة يهرب بيهم، لأنه عارف إن الوحش ده ممكن. يا شباب، تزويد الوحش بالطاقة كان خطة ذكية. فراح يدور على خزان البنزين الاحتياطي للطائرة وصنع منه قنبلة يدوية بسيطة. من ناحية ثانية كنت راح للخيمة اللي شافها، لكن شكلها مهجورة من زمان وكل أغراضها متجمدة. لكن واضح إنه أبوه كان جاي هنا قبل كده، شاف جهاز اللاسلكي جواه. كنت جرب يتصل بالإنقاذ. الضابط صنع فخ ناجح، لكن قبل ما يجهز الوحش طلع فجأة وما كان عنده خيار إلا يفجر القنبلة. الانفجار كان عنيف وطير الضابط مئات الأمتار، بس نجح في جذب الوحش بالضبط. وقتها طلع هليكوبتر. الكل ركض ناحية هناك. اتضح إن كنت نجح يتصل بالإنقاذ
وساعد الكل يهرب بسرعة. الهليكوبتر أخذهم لمكان ظهور شعاع جامع. الضابط كان قلقان جدا لأنه من تحت الأرض ممكن يطلع مخلوق ضخم قريبا. مش بعيد الطيارة وصلت البر. لما فتحوا الباب استقبلهم ناس من منظمة مونا. فورا حبسوهم في زنزانة وكل واحد في غرفة لوحده. بعد شوية كاي دخل على غرفة ماي وسألها عن ملفات الدكتور راندا، بس ماي قالت إن كمبيوترك اتجمد وتعطل وكل ملفات فك الشفرة ضاعت. وفجأة كاي سألها عن نسخة احتياطية بس ماي ما قالت ولا كلمة. وقتها كاي هددها بأهاليها وقال إذا ما قالت راح يموتوا بعد شوية، كينتا وأخته. وما ينطلقوا فجأة بس كانت فخ. منظمة مونا عرفت إنهم يدوروا على أبوه، فراحوا يطلقوهم ويراقبوهم. قبل ما يخلوا البنات تمشوا أعطوهم جوازات عشان يطلعوا من أمريكا. الكل ما شكش في شيء. بعد شوية الثلاثة راحوا بيت أمه كينتا. بالبداية الأم كانت فرحانة، بس لما عرفت إن كينتا ابن زوجها وجهها صار طويل كأنه مضخة. بس البطلة شجعت الأم وقالت أهم شيء دلوقتي نلاقي الأب. الأم وافقت تساعدهم وودتهم لمكتب الأب القديم. المكان تحت سيطرة الجيش وصعب الدخول، لكن لحسن الحظ الأم تعرف جندي حراسة. لما وصلوا أعطته شوية فلوس وهكذا نجحوا يدخلوا بالسيارة. الأم قالت لهم لازم يطلعوا قبل 8 الصبح، وخلال التحقيق يكونوا حذرين من الجنود. أي حد يكتشفوه هيطلقوا عليه بدون سبب. بدأوا يمشوا لمكان عمل الأب، لكن ما كملوش إلا شوية لقوا جندي حراسة واضطروا يهربوا بسرعة. لكن الجنود سمعوا صوته وراحوا يفحصوا. بس كنت فكر بسرعة ورمى كيس بسكويت وطلعت قطة ضالة وركضت. الجنود ما اشتبهوش ورجعوا كده. الفريق نجا من موقف خطر. بعد شوية لقوا مكتب الأب وفتشوا حواليه، لكن ما لقوا حاجة. فجأة كينتا انجذب لخريطة على الحيطة فشالها بسرعة. بس الغريب إنهم ما لقوا أي حاجة. كينتا لاحظ خطوط على الخريطة شكلها علامات. فتحوا الخريطة يدوروا على الوحش اللي تركه الضابط راندا. وبذكاء كينتا مسك ورقة وعلم على النقاط، وطلع الورقة على الشمس. الضوء عبر النقاط وطلع على الخريطة في الحيطة. اللغز اتحل. النقاط دي هي مكان الأب اللي رايح له، ووفقا للخريطة هو في أفريقيا. عرفوا كده. الجماعة مسكوا الخريطة وطلعوا بسرعة ورجعوا للأم وقالوا لها أبوه مش ميت، ده شغال لمنظمة سرية تدرس وحوش ضخمة وهي هتلاقيه أكيد. في نفس الوقت ماي كانت ورا الحيطة بتكلم كيسي بالتليفون وسألتها تعمل إيه بعد كده. كيسي قالت حاجة بسرعة وقطعت المكالمة. الضابط دلوقتي كان مع ناس من مونا في العربية رايحين يحجزوا في مكان قديم. فجأة اتهاجموا على الطريق، والمهاجم كانت كيسي. بعد ما ضربت ضابطين حررت الضابط. اتضح ان قبل ظهور جودزيلا بسنة عائلة كيسي ماتت كلها، فدخلت منظمة مونا عشان تدرس وتساعد وتقاتل الوحوش. بس المنظمة خدوا طريق مختلف، وهي ما عادتش عايزة تشتغل معاهم. عايزة الضابط يكون قائد للمنظمة الجديدة بتاعتها. لما عرف الضابط وافق يمشي معاها، وهي هتلاحق الفريق الرئيسي. سرعان ما وصلوا بيت كينتا، والضابط شرح ليهم سبب وجود كيسي وقال إنها هتفيدهم رغم إنها مش موثوقة. الفريق قرر يسمح لهم يروحوا معاهم وانطلقوا لأرض أفريقيا القاحلة. في نفس الوقت المدير والبروفيسور من مونا وصلوا مكتب الأب القديم. بعد تحليلات ورسم الخريطة عرفوا إن الفريق رايح أفريقيا. ما ترددوش وبعتوا ناس يراقبوا. بعد أيام تعب وصل فريق كينتا للنقطة المحددة على الخريطة. مش مفاجأة، لقوا أب البطلة أخيرا. لما شافوه كينتا صح بابا، بس على عكس فرحتهم روزيدا كانت بتحاول ترسل إشارة للكل يهرب الضابط. لاحظ الجهاز ورا روزيدا، جهاز بيصدر إشعاع. كان هو والدكتور راندا ومايو استخدوه من سنين عشان يجذبوا جودزيلا، وما توقعوش إن روزيدا هتستخدم نفس الطريقة لجذب الوحش. لكن قبل ما يمشوا طارت طيارة من منظمة مون واللي حصل فجأة صحى الوحش للنشاط. جبل اتحرك فجأة وانهيارات صخرية كتير وخبطت الفرقة من على الجبل كأنهم كرات. لما دخان الغبار راح اكتشفوا إن الجبل نفسه كان الوحش جودزيلا. لما وقف الشوك على ظهره اصطدم بالطيارة، والنتيجة ناس منظمة مون راحت مع الريح. بس الحمد لله يا شباب، جودزيلا اللي اتفزع ما هاجمهم، بالعكس لفذيل وراح لمكان ثاني. الضابط حاول يلاحقه بس كيت ما وافقت لأنها جت تدور على أبوها. فقررت المجموعة تنقسم لنصين. الضابط والمهندس سي راحوا ورا جودزيلا، وكيت مع ماي مشوا يدوروا على روزيدا. في الوقت ده تيم بعد التصادم مع جودزيلا لسه عايش، طلع من تحت الرمل ومش فاهم اللي حصل. بس البنات فقدوا أثر الأب فقرروا يروحوا المطار ويرجعوا أمريكا. فجأة اكتشفوا إن ماي اختفت. فجأة لما كانت رايحة الحمام ناس دخلوا وأخذوها على الطيارة. كيت وأصحابه قلبوا المطار يدوروا عليها بس ما لقوهاش. بعد شوية لقوا تيم كمان موجود هناك. حسبوا إن ناس الأب خطفوا ماي فواجهوا تيم قال إن اختفاء ماي مش من شغله، والناس اللي معاه ماتوا في حادث الطيارة. شكله تعبان فقرروا يصدقوه مؤقتا
وبعدها حكى لهم إنه ماي مش موثوقة لأنها كانت تستخدم أوراق مزورة، يبدو إنها بتختفي عشان تحقق في شيء تيم وداهم على بيتها للسؤال، لكن أخوها ما قالش حاجة. فالمجموعة سابتهم ومشوا، بس ظلوا يراقبوا البيت. بعد شوية شافوا أخت ماي طالعة، فركبوا عربياتهم وراها، بس بسبب التتبع الواضح اكتشفوهم بسرعة. الأخت جابت عصاية وهددتهم يفضفضوا. كيت قال لهم إنهم يدوروا على ماي لأنها اختفت فجأة. الأخت كانت خايفة وكشفت سر ماي. كان مفروض ماي تشتغل في شركة كبيرة، بس هربت لليابان والناس بتاعت الشركة طاردوها لمدة 2 سنين بس ليها هربت. الأخت مش عارفة. كيت وأصحابه عرفوا مين خطف ماي وقرروا يروحوا الشركة دي بسرعة في نفس الوقت. ماي بتتعرض لاستجواب من المدير وسبب هروبها اتكشف. بعد ما اشتغلت فترة صغيرة اكتشفت إنه الشركة بتعمل تجارب وحشية على الحيوانات. فكرت تخترق النظام عشان تحقق، ومسحت بيانات التجارب وخربت عليهم بملايين الدولارات. المدير عايزها تشتغل جاسوسة وتبلغ عن الوحوش. فجأة انذار طلع من تايم عشان الخلطة تشتغل وهم يدخلوا الشركة وياخدوا ماي. الخطة نجحت ودخلوا وشافوا ماي، بس هي رفضت تخرج معاهم. وكشفت الحقيقة كانت بتبيعهم من الأول ومش هتستمر كده. قالت لهم يمشوا قبلها ومحدش قدر يقنعها. لما خرجوا ناس من المنظمة قبضوا عليهم بسبب الإنذار الكاذب. في السيارة كيت قال لمديرة المنظمة إنهم هيرجعوا الضابط مقابل مساعدتها في خروج ماي. المديرة اتصلت برئيس ماي وبعدها رجعت ماي لعائلتها. ماي شكرتهم وقررت تروح معاهم في ألاسكا. الضابط وفريقه فجروا حفرة بتطلع أشعة جاما، بس فجأة الوحش الثلجي ظهر. الوحش حاول يهجم على الطيارة بس القنبلة انفجرت واختفى، وظهر إعصار عملاق امتص كل حاجة حواليه. بعد الإعصار أشعة الجاما اختفت. الضابط فرحان جدا لأنه فكر أنه قضى على الوحش في الجهة الثانية. الفريق الرئيسي وصلوا مقر مونا، والمديرة قالت إنه الضابط عمل انفجار في ألاسكا. بعد الانفجار أشعة جاما اختفت تماما، لكن على الخريطة طلعت فتحات كتير زي كده. الوضع خطر ولازم يمنعوا الضابط، بس كنت قال إنهم سلموا الخريطة له فما يعرفوش راح فين بعد كده. عشان كده قرروا يدوروا على أوراق قديمة عن الأماكن اللي الضابط درسها لما كان في الشركة. لقيوا مكان مشبوه فكازاخستان تيم خدهم هناك. وكأننا راجعين ل 1950 لما إيميكو والدكتور راندا والضابط لقوا مصنع مهجور. دخلوا المصنع وصدقوا لما شافوا في الأب بيض غريب. بيانور عرفوا إن ده عرين الوحوش، بس إيميكو ما خفتش وقررت تنزل تشوف الضابط. قرر يحميها، والدكتور راندا وقف يراقب فوق. نزلوا بالحبل وصلوا للبيض، بس الأرض ضعيفة. حتى الخطوة الخفيفة تسببت في شرخ وهزت المكان والبيض تفقس. الوحوش خرجت وهربوا وهم ماسكين في الحبل، لكن الوحوش ذكية اتسلقوا بعض عشان يمسكوا إيميكو. الضابط بدأ يطلق النار بس العدد كبير ما قدرش يوقفهم، وإيميكو انسحبت تحت. والدكتور راندا والضابط وقفوا عاجزين من وقتها، ما عرفوش إذا كانت إيميكو عايشة ولا ماتت. الآن مع تيم كدليل وصلوا المصنع القديم، لقوا فتحة زي اللي في ألاسكا ودي نفس المكان اللي إيميكو اختفت فيه، وهم بيراقبوا. ظهرت هي وفريقها محاصرينهم. بعد شوية الضابط طلع وطلب من كيتي يتكلموا لوحدهم، وشرح له عن الفتحات الغريبة دي، ورجع بالزمن لما الدكتور راندا يا جماعة الحلوين. الدكتور راندا قال إن الوحوش العملاقة دي عايشة في عالم تاني تحت الأرض. العالم ده مربوط بالعالم اللي فوق عن طريق فتحات، وده اللي بيجاوب على سؤالنا ليه بيكون صعب جدا نلاقي الوحوش الكبيرة دي. وفجأة سمعوا صوت طفل في البيت. طلع ده ابن إيميكو. ده خلى الدكتور راندا يتصدم جدا لأنه كان بيحب زميلته دي بعد فترة شغل طويلة مع بعض. بس بعد ما هدي أعصابه أخذ قرار مجنون، أعلن حبه لإيميكو ووعدها إنه هيهتم بالطفل. إيميكو اتأثرت جدا وقبلت اعترافه. بعدين الثلاثة راحوا لحافة الحفرة في المكان ده. إيميكو اتعرضت لحادث، علشان كده الضابط عايز يسد كل الحفر دي عشان الوحوش ما تقدرش تخرج، ولو نجح هيبرهن نظرية الدكتور راندا. فجأة المكان اهتز بقوة وكل حاجة اتقلبت. للأسف ماي اتزحلق وطاح في الحفرة. بعدها وحش عملاق طلع اللعاب بتاعه في وشها، وبعدها مسكها وجذبها جوا الحفرة. الضابط جري بخطر عشان ينقذها، بس تشد هو كمان ونزل مع الوحش. الوقت كان بيعدي بسرعة وقنابلهم قربت تنفجر، والناس التانية ما كانش عندهم حل غير الهروب. الانفجار دمر المصنع كله. الحفرة اتسدت والوحش اللي تحت الحفرة صحى، لكنها كانت متلخبطه جدا. فجأة الضابط ظهر وقادها للخروج وقال دي المرة الثانية له هنا، وبدأ يحكي القصة. بعد حادثة إيميكو الدكتور راندا اضطر يعتني بولد صديقته اللي اسمه روزيدا، وده دلوقتي أبو كيت. في 1966 بعد 4 سنين من اختفاء إيميكو
شركة مون اي بدأت مشروع تتبع الوحوش. استعملوا كرة بتطلع أشعة جاما عشان يجذبوا الوحش. لما الوحش يظهر ويرجع للحفرة هيركبوا مركبة فضائية ويتبعوه المسؤول عن المهمة. كان الضابط والدكتور راندا راقب من فوق الأرض. بعدها لقوا إشارة الوحش وأطلقوا المركبة الفضائية لتتبعه. فجأة حصلت كارثة، الحفرة طلعت إعصار، شفت كل حاجة حواليها والرحلة فقدت الاتصال بالأرض. بعد ما الأمور هديت الدكتور راندا كان في حالة صدمة لأنه فقد 2 من زملائه والوقت انتقل 20 سنة بعد كده. والضابط كان في المستشفى لكن رغم غيابه 20 سنة شكله ما تغيرش. عشان يعرف اللي حصل له سيطر على ممرضة وطلب يقابل الدكتور راندا. بس المفاجأة كانت إن اللي استقبله كان روزيدا، الولد اللي كبر وبقى أكبر من عمه. لما عرف إن الوقت عدى 20 سنة اتصدم جدا. اتفقوا يحكوا كل حاجة. بعد حادث 1916 الضابط فعلا نزل لعالم الوحوش. حاولوا يهربوا بس ما قدروا يتواصلوا مع الأرض. فجأة ظهر وحش وقضى على فريقه وأهوت سحب لنقطة ضوء مختلفة. لما فاق لقى نفسه هنا أعلن إن نظرية الأرض المجوفة لراندا صحيحة. لكن روزيدا فكر الكلام ده خرافي واعتقد إن عمه اتجنن ورموه في مستشفى المجانين لحد ما فريق كيت جه وحرروه. ماي سمعت القصة واتصدمت جدا وعرفت إن الضابط عنده 12-20 سنة دلوقتي. بعدها راحوا يدوروا على كيت في مكان تاني. كينتا كان تعبان جدا بعد اختفاء أخته بس جرحه النفسي كان أصعب. كان دايما يلوم نفسه لأنه ما قدرش يحميها. بعد علاج طويل رجع البيت وبدأ يدور على حل ينقذ كيت. وأثناء ما كان بيدور على ورق في مكتب أبوه الأب ظهر فجأة. كينتا اتضايق جدا لأنه كان فاكر إن الأب سببه المشاكل دي. لما الأب عرف إن بنتهم في خطر اتوتر جدا وقال إنه سابهم عشان يثبت نظرية والديه، لكن ما كانش عارف إن ده هيأذي أولاده. عرض يساعد كينتا ينقذ كيت. في نفس الوقت البطلة صحيت في عالم الوحوش وكانت مش فاهمة إيه اللي بيحصل. فجأة خنزير بري ضخم قرب منها ونفخ في وشها ريحته الخانقة كانت لا تحتمل. في اللحظة دي دودي سهم طار من مكان مجهول وطعنه في الوحش اللي خاف وهرب على طول واللي أنقذ البطلة. كان إيميكو كي تتفاجئ لما عرف إن جدته لسه عايشة والجدة ما تقدمتش في العمر، لكنها ما سمحتش بأسئلة كتيرة وقادتها بعيد عن المكان لأنه كان منطقة خطر للخنزير. بعد شوية قابلوا ماي والضابط. لما شافت إيميكو صاحبها القديم اتصدمت لأن هي عايشة هناك بس 55 يوم بس الدنيا اختلفت كتير. الضابط شرح لهم إن يوم واحد في العالم ده يساوي سنة فوق الأرض. إيميكو سألت عن راندا والضابط قال إنه مات. الكلام ده خلاها حزينة جدا. سألت عن ابنها روزيدا وكيت قال لها ده أبوها ولسه عايش وبصحة كويسة. وبعد ما تلموا قادهم إيميكو لمخبأها. الضابط اتفاجئ بالكرة الطاقية اللي كانت بتصدر إشارات جاما وده كان سبب ظهور الإشعاعات في ألاسكا. بس دلوقتي عنده خطة يرجعوا بيها كل الناس. الخطة إنهم هيستدعوا الوحوش للغرفة دي وبعدين يعدوا من خلال الفتحة الضوئية زي ما هو عمل قبل كده. فالجميع بدأوا يشتغلوا مع بعض. الثلاثة مع بعض حملوا جهاز إرسال أشعة جاما لمكان الضابط اللي وقع فيه وبعد شوية نجحوا. وبعد ما فحصوا المركبة الفضائية لقوها شغالة كويس. بس فجأة إيميكو رفضت تروح، مش عايزة تعكر الدنيا بوجودها. بس كيت حاول يقنعها وقال لها 55 سنة كتير قوي وكمان العيشة وسط الوحوش خطر كبير، لازم ترجع لأهلها. إيميكو اتأثرت جدا يا جماعة الحلوين البنت وافقت تدخل السفينة الفضائية عشان ترجع. فجأة قبل ما تمشي طلع وحش وشوفه. هذا هو الوحش العملاق اللي شافته إيميكو في الفلبين. طار يهاجم السفينة وقطع الحبل اللي مرتبط فيها. الضابط ما استنى طلع برا بسرعة وبكل قوته رجع يربط الحبل المقطع. بس في نفس اللحظة وصل ملك جودزيلا دخل يقاتل الوحش العملاق. بس القتال كان سريع جدا. بس جودزيلا لوح بيده الوحش طار 10,000 متر. بعدها هجم مسك جودزيلا ومزقه لنصين وبعدين رمى الوحش داخل الثقب المضيء السفينة اللي مع البنات. انشدت ورا الثقب. شوفوا إيميكو حاولت تمد يدها تساعد الضابط بس الضابط قرر يترك يد إيميكو ويرجعهم كلهم للأرض وهو راح يبقى في هالأرض الغريبة. السفينة انشدت داخل الثقب ورجعت 3 منهم للأرض. مكان كنت وأبوه ينتظرون. كنت موجود فوق وشاف أخته سالمة فرحانة جدا. روزيدا كمان عرفت أم الضابط وانصدمت لأنها بعد كل هالسنين ما تغيرت. إيميكو كانت فرحانة بلقاء ولدها وتعانقوا بحماس فرحة بجد رهيب. فجأة صوت إنذار عالي خلى الكل يهرب بسرعة. رجوعهم جاب الوحش هنا وشوفوا هذا هو الملك كونغ الصغير يضرب صدره ويورينا قوته الخارقة. يا شباب الفيلم وصل للنهاية. سلام ونتلاقى في الفيلم الجاي تبع يضرب صدره ويورينا قوته الخارقة. الفيلم خلص هنا. سلام يا شباب ونشوفكم في الفيلم الجاي. يلا باي.